السلام عليكم. كان في سؤال اتسأل لي بخصوص موضوع شركات التضامن والتوصية البسيطة في ايه هي اللي بتتأسس في الهيئة وايه اللي هو خارج الهيئة الاستثمار. احنا بنتكلم هنا على الهيئة، بنتكلم على هيئة الاستثمار. بصوا يا جماعة، بالنسبة لهيئة الاستثمار عشان تأسس في هيئة الاستثمار بالنسبة لشركات التضامن ده قانون 72 بس. يعني ايه قانون 72؟ اللي هو قانون الاستثمار اللي هو زي التصنيع، زي تكنولوجيا المعلومات، زي استصلاح الأراضي. انما انت لو هتعمل شركة تضامن او توصية بسيطة لقانون 159، يعني اللي هو خاصة بالتجارة العامة، مقاولات، الجزئيات دي كلها بتعملها خارج هيئة الاستثمار. ليه بنعملها خارج هيئة الاستثمار؟ لان قانون 159 ما بيتأسسش جوه هيئة الاستثمار، بيتأسس خارج هيئة الاستثمار. وشركات التضامن عادة او التوصية البسيطة في هيئة الاستثمار زي ما قلت لكم هي قانون 72، بيبقى رأس المال لا يقل عن 300 ألف جنيه. بالنسبة لشركات التضامن أو التوصية البسيطة خارج هيئة الاستثمار بالرقم اللي أنت عايزه، حتى لو هتعمل رأس المال 10000 جنيه عادي خالص. فأنصح أي حد شغال في الجزئية الخاصة بحاجات بره قانون الاستثمار إن هو يأسسها خارج هيئة الاستثمار. ما يحاولش يأسسها جوه هيئة الاستثمار، لأن ده هيعمل له مشاكل كبيرة بعد كده في تجديد البطاقة الضريبية والتعاملات الضريبية، لأنه هيبقى خارج شغل الاستثمار زي المقاولات، زي التجارة العامة. فالحاجات دي كلها خارج هيئة الاستثمار وخارج قانون الاستثمار أصلا، هيعمل له مشاكل ضريبية كبيرة جدا. فأنصحه إن هو يعملها خارج هيئة الاستثمار. ده الفرق بين الاتنين في شركات التضامن داخل هيئة الاستثمار وشركات التضامن أو التوصية البسيطة داخل هيئة الاستثمار.